السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ بريب 3 يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلامه. اتمنى يكون كل المنهج اللي فات باذن الله كويس وما يكونش فيه اي مشاكل. باذن الله هنبدا النهارده بقى في اخر يونت يا شباب. اخر يونت ده ألذ وامتع يونت عندك. طب ليه؟ كل طلاب بريب 3 بيحبوا اليونت ده. طب ليه يا مستر بيحبوه؟ عشان خاطر بيتكلمك بقى عن العلاقه بين الميل والفيميل، اللي بيحصل في الفيميل. فانت هتلاقيها قصه مشوقه واشرحها لك باحسن طريقه ممكنه باذن الله. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وقت مشروبك المفضل وتعالى يلا بينا، وورقتك وقلمك طبعا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تكتب ورايا. يلا بينا يلا بينا، سلم الله صلى الله على رسول الله. هنبدا في يونت 4. يونت 4 تو ليسون. هنبدا في اول ليسون فيه بكل بساطه ليسون ايه؟ تافه جدا. بيتكلم عن ايه؟ عن كل السيل ديفيجن. هناخد سيل ديفيجن بانواعها النهارده ان شاء الله. بس اول حاجه خالص حابب في الاول يقول لك فرق ما بين حاجتين مهمين جدا. الفرق ما بين السوماتيك سيل والريبرودكتيف سيل. واحده كده، انت بتعود مني بفهمك كل حرف عندك كل كلمه عندك. ماشي. الانسان اصلا عباره عن عنده نوع من السيل اسمها مالتي سيلولار. ايه المالتي سيلولار؟ يعني هو عنده مالتي سيلولار، يعني عنده خلايا كتير قوي، ما عندوش خلايا واحده، لا عنده ملايين الخلايا. فالانسان اصلا عنده ملايين الخلايا. فهو بيقول لك ايه؟ فهو بيقول لك انت عندك المالتي سيلولار اورجانيزمز، اللي هو الاورجانيزم اللي بيكون عنده مالتي سيلولار. دي بتتقسم نوعين، يبقى المالتي سيلولار ديت او المالتي سيل ديت. المالتي سيل دي عباره عن نوعين، في منها نوع اسمه سوماتيك سيل ونوع اسمه ايه؟ ريبرودكتيف سيل. طب ايه الفرق بين السوماتيك والريبرودكتيف؟ بكل بساطه السوماتيك سيل دي هي اي خليه او اي سيل موجوده في كل الجسم ما عدا حته ايه؟ ما عدا حته الاعضاء التناسليه. يعني اي حاجه مش خاصه بالاعضاء التناسليه اسمها سوماتيك سيل. اي مثلا سيل للسكن، سيل للكدني، سيل للليفر، سيل مثلا للستيم او الليفز فين؟ في النبات. فكل ده يعتبر ايه؟ كل ده يعتبر سوماتيك سيل. الريبرودكتيف سيل اي حاجه خاصه ايه؟ اي حاجه خاصه بالاعضاء التناسليه. زي ايه مثلا؟ زي السبيرم، الحيوانات المنويه في الانسان. الاوفا، البويضه فين؟ البويضه في عند ايه؟ عند البنات طبعا. تمام. وعندك في ايه بقى؟ عندك في النبات اسمها اوفري، اسمها اوفري عند الفيميل، وعندك اسمها ايه بقى؟ واسمها انسر عند الميل. الكلام ده كله هناخده، تعالى نقرا يلا بينا يلا بينا. يبقى انت عندك السوماتيك سيل، المالتي سيل دوت عباره عن نوعين. اول حاجه السوماتيك سيل، ثاني حاجه الريبرودكتيف سيل. طب ماشي، السوماتيك سيل دي عباره عن ايه؟ دي اي سيل موجوده فين؟ اي سيل موجوده في الجسم، زي السيل بتاع الليفر، زي مثلا بتاعت السكين، بتاعت الكدني، زي مثلا في النبات عند الليفز الاوراق، او الستيم اللي هو ايه؟ اللي هو الخشب او العود ده بتاع ايه؟ بتاع النبات. طب ماشي. الريبرودكتيف سيل بقى ايه؟ دي السيل اللي موجوده مثلا في الانسر بتاعت ايه؟ بتاعت النبات. حلو كده؟ الانسر دي اللي هي برده بتاعت ايه؟ بتاعت الميل. طب زي الفل. وعندك الفيميل اسمها اوفري، اسمها ايه؟ اسمها اوفري، دي بتاعت الفيميل. طب في الايه؟ عندك في الانسان الهيومن، في السبرم دوت بتاعت ايه؟ السبرم ده طبعا بتاع الميل. طب عندك اوفا ديت موجوده في ايه؟ موجوده في الفيميل يا شباب. سهله كده. يبقى ده اول حاجه، اول فرق بين السوماتيك سيل والريبرودكتيف سيل. طب ايه هي لازمه اصلا السيل دي؟ السيل دي اصلا بتفيدنا احنا في ايه؟ اذا كان في الريبرودكتيف او السوماتيك. بتفيدنا في ايه؟ اول حاجه خالص عندك السوماتيك بكل بساطه، انت عندك مثلا انت لو اتعورت، صباعك دلوقتي اتعور او لا قدر الله اتقطع يعني يعني صباعك لو اتقطع منه حته، فايه اللي بيحصل؟ التعويره دي بتبقى واحده واحده تلم. طب بتلم ازاي؟ تبدا السيل يحصل لها ديفيجن، تنقسم. السيل عماله تنقسم انقسامات كتير عشان خاطر تعوض الجلد اللي اتقطع دوت. هو ده اللي بيحصل ببساطه في السوماتيك سيل. ده بيؤدي ايه؟ بيعمل جروث لايه؟ الليفنج اورجانيزم، بيخلي الليفنج اورجانيزم يكبر. اللي عندك الولد البيبي كده بيكون صغنون كده، يبدا يكبر يكبر يكبر. طب بيكبر ازاي؟ ان السيل عماله يحصل لها ديفيجن، السيل عماله تنقسم. طب حلو كده؟ حلو. يبقى اول حاجه بتعمل جروث لايه؟ جروث الليفنج اورجانيزم. ثاني حاجه اسمها كومبنسيشن، تعمل كومبنسيشن. كومبنسيشن يعني ايه؟ يعني بتعوض ايه؟ قدام السيل، الخلايا التالفه، انت اتعورت الخلايا دي بقت تالفه خلاص، فانا عايز اعمل لها كومبنسيشن، عايز اعوضها ازاي؟ اللي بيعمل كده الديفيجن في السوماتيك سيل يا شباب. الريبرودكتيف سيل بكل بساطه دي حاجه اللي بتعمل فورميشن للميل اند فيميل جاميت. يعني ايه؟ الجاميت ده اللي هو الامشاج. يعني ايه امشاج؟ يعني انت عندك مثلا في الهيومن في فيميل وفي ميل. الميل ده بيكون عنده سبيرم، الفيميل ده بيكون عندها ايه؟ اوفا. فالكلام ده اسمه جاميت. يبقى الجاميت ده اللي هو السبيرم او ايه؟ او الاوفا. فهو بيقول لك هنا بيعمل ايه؟ فورميشن للميل اند الفيميل جاميتس، اللي هو ايه؟ اللي هم السبيرم او ايه؟ او الاوفا. طب حلو جدا. وكمان بيعمل جيناتيك تريتس. يعني ايه جيناتيك تريتس؟ اللي هو الجينات الوراثيه. يعني ايه الجينات الوراثيه؟ انت عندك مثلا دلوقتي باباك مثلا لونه زرقاء، بتلاقي مثلا حد من اخواتك او انت لون عينك برضو زرقاء. طب ليه؟ يعني ده جاي من الجيناتيك تريتس، من ايه؟ من الحاجات ايه؟ الجيناتيك تريتس اللي هي الجينات الوراثيه يا شباب. حلو كده؟ حلو.
اتمنى تكون دول وصلوا. سيبك من حته الديفيجن دي، هناخدها بعد شويه ان شاء الله. يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل. هيبدا بقى يقول لك على حاجه اسمها نيوكليس. اول حاجه خالص انا عايز افهمك كده جزئيه بسيطه. عندك بكل بساطه السيل عموما تركيبها بيكون عامل ازاي؟ قال لك ان السيل ديت بتكون بالشكل كده ده كده. السيل دي جواها نيوكليوس، نواه، حاجه اسمها نيوكليوس. يعني ايه؟ يعني نواه. طب حلو، ده كده اسمه ايه؟ قال لك ده كده اسمه سيل ممبرين. يعني ايه سيل ممبرين؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الحاجه اللي بتكون جواها النيوكليوس. طب حلو زي الفل، يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه السيل ممبرين، الحته دي كده. طب زي الفل، اللي هو البتاعه دي كلها كده اسمها سيل ممبرين. جواها بعد كده حاجه اسمها ايه؟ جواها حاجه اسمها ريتيكيولام كروماتيد. ايه هو الريتيكيولام كروماتيد ده؟ الكروماتيد ده هناخده بعد شويه، هنعرف هو بيعمل ايه. انا عايزك تعرف ده التركيب بتاع السيل. وفي هنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها سنتروسوم. لازمه كل حاجه فيهم هناخدها بعد شويه، بس اللي عايز تعرفه ان السيل بتتكون من نيوكليوس وسيل ممبرين، ده كده اسمه سيل ممبرين، ده كده اسمه سنتروسوم، وجواه حاجه اسمها ريتيكيولام كروماتيد. يا شباب سهله كده، اعتقد سهله ما فيهاش اي حاجه. اكتبها عندك يلا، ورقتك وقلمك ايه شغالين طبعا. طب زي الفل، ده كده التركيب بتاع السيل. سهله. فهو بيقول لك بقى ايه؟ ان السيل ديت بيكون جواها ايه؟ بيكون جواها نيوكليوس، صح؟ احنا واخدين الكلام ده، ماشي. النيوكليوس دي بيكون جواها حاجه اسمها كروموسوم. ايه هو الكروموسوم بقى؟ هناخد دلوقتي يعني ايه كروموسوم. عايزك تعرف ان السيل جواها نيوكليوس، النيوكليوس جواها كروموسوم، والكروموسوم ده جواه حاجه اسمها دي ان ايه، وجواه حاجه اسمها بروتين. مش فاهم؟ والله الكلام ده هتفهمه بعد شويه. كل اللي عايزك تعرفه انا بديك بس اساسيات، بعد كده هنبدا اللي احنا ايه نشرحها. الاساسيات ايه؟ خدنا الاستراكشر بتاع السيل اللي بتتكون من ايه؟ نيوكليوس، سيل ممبرين، سنتروسوم على الجنب كده، وجوه في حاجه اسمها ريتيكيولام ايه؟ كروماتيد. طبعا انت كاتب الكلام ده وبتبص وانا بقول. طب ماشي، السيل دي بيكون جواها نيوكليوس دي بيكون جواها كروموسوم، الكروموسوم ده بيكون جواه ايه؟ دي ان ايه وبروتين. يا شباب حلو كده؟ سهله؟ والله سهله ما فيهاش مشكله. طب ايه هو بقى ايه الكروموسوم؟ احنا خدنا النيوكليوس، خدنا ايه؟ خدنا النيوكليوس. طب ماشي، الكروموسوم ده عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الكروموسوم ده، عارف انت الكروماتيد اللي احنا لسه واخدينه، الريتيكيولام كروماتيد، ده كده بيكون شكل الكروماتيد، بيكون عامل كده. بص بيكون خيوط كده، خيوط بالشكل ده كده، خيوط كده داخل ايه؟ داخل النيوكليوس، بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن شويه خيوط. فبيقول لك لما يحصل الخيطين دول، خيطين كده، ده خيط اهو وده خيط اهو، الخيط دوت والخيط دوت اما يمسكوا مع بعض ويكون في حاجه في النص كده ماسكاهم اسمها سنترومير، اعرف على طول ان ده اسمه كروموسوم. يبقى ده كده اسمه كروموسوم. يعني ايه كروموسوم؟ كروموسوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن تو كروماتيد كونكتد توجذر. تو ايه؟ كروماتيد، يعني في اتنين من الكروماتيد ماسكين معاه، وفي النص في السنتر حاجه اسمها سنترو ايه؟ سنترومير. حلو كده؟ يبقى في النص حاجه اسمها سنترومير، في قلب بتتلخبط بين سنتروسوم وسنترومير. السنتروسوم ده ايه؟ اللي موجوده في الايه؟ في السيل اللي لسه واخدينها اهي، اللي موجوده ايه؟ في السيل. الحته دي كده بيكون اسمها سنتروسوم، اللي هم الاثنين دول اسمهم سنتروسوم. هناخدهم في الديفيجن بيعملوا ايه وايه لازمتهم اصلا، ماشي؟ طب زي الفل. لكن هنا اسمها ايه؟ سنترومير، اللي بتمسك التو ايه؟ كروموسوم. طب ايه هو الكروموسوم دوت؟ قال لك ان الانسان الهيومن اهو كده بيكون عنده قد ايه؟ بيكون عنده 46 كروموسوم. حلو كده؟ بيكون عنده 46 كروموسوم. بيقول لك ان الكروموسوم ده فيكسد ان ذا سيم سبيشيز، يعني ثابت لنفس النوع. يعني اي انسان موجود في الدنيا على الكوكب، اي هيومن بيكون عدد الكروموسومات بتاعته 46. يبقى هو فيكسد ذا سيم سبيشيز، يبقى يكون ثابت لنفس النوع. ده كده بالنسبه ايه؟ للانسان او الهيومن 46 كروموسوم. حلو كده؟ حلو. لكن بيكون مختلف من نوع لنوع تاني. عندك الدوج مش زي الكات مش زي الهيومن، كل واحد ليه كروموسوم ايه؟ مختلفه. يبقى هو لو لنفس النوع زي الهيومن كده بيكون نفس النمبر اوف كروموسوم، لكن لو انواع مختلفه بيكون مختلفين عن بعض. يعني اسالك سؤال، هل الدوج مثلا والكات نفس النمبر اوف كروموسوم؟ لا غلط، هو فيكسد ان ذا سيم سبيشيز لنفس النوع، لكن انواع مختلفه بيكون مختلف. حلو كده؟ تعال نرجع نقرا الكلام ده ببساطه. يلا بينا نرجع نقرا الكلام ده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى انت عندك دلوقتي احنا خدنا اول حاجه، خدنا النيوكليوس، وقلنا ان النيوكليوس هي كده، النيوكليوس بيكون جواها كروموسوم، تمام؟ الكروموسوم ده بيكون جواه دي ان ايه والجين يا شباب اللي هو البروتين، تمام كده؟ تمام. ده كده التركيب بتاع ايه؟ بتاع السيل، ده كده الاستراكشر بتاع السيل، جواها نيوكليوس وجواها كروماتيك ريتيكولم، وده طبعا اسمه ايه؟ اسمه سنتروسوم يا شباب. سهله كده؟ سهله. وده طبعا اسمه سيل ممبرين زي ما قلنا، سيل
برين. اكتب الكلام ده ورايا، يلا زود الكلام ده معايا. طب زي الفل. خدنا بعد كده ايه هو الكروموسوم ده؟ قلنا الكروموسوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن تو ثريد، يعني الخيطين من ايه؟ من الكروماتيد ماسكين مع بعض، كونكتد ايه؟ توجذر، ماشي، كونكتد ماسكين مع بعض، وفي النص حاجه اسمها سنترومير، او سنترومير اهو في النص، وهنا عندك ايه؟ هنا عندك كروماتيدا ماسكين مع بعض، وفي النص حاجه اسمها ايه؟ سنترومير. سهله كده يا شباب؟ سهله وما فيهاش اي مشكله. وطبعا زي ما احنا عارفين لسه قايلين ان الكروموسوم ده جواه ايه؟ جواه دي ان ايه وبروتين. يعني ايه دي ان ايه؟ بكل بساطه الدي ان ايه دوت ده الحاجه اللي فيها الجين كلها، اللي فيها جيناتيك تريتس، ده الحاجه اللي فيها جيناتيك تريتس. يعني ايه الدي ان ايه؟ بكل بساطه ده حمض نووي. يعني ايه حمض نووي؟ انت مثلا دلوقتي مثلا باباك مثلا طويل، حلو كده، فانت هتورث الطول ده من ايه؟ من ابوك طبعا، فانت تطلع طويل زيه. فالجين الدي ان ايه جواه جين هو اللي خلاك طويل كده. يبقى الدي ان ايه لما يجي يقول لك ايه لازمتها؟ قول اللي هي بتكون شايله الجينيتك تريس، حلو كده؟ يبقى هي بتكون كير شايله ايه؟ شايله للجينيتك تريس دي يا شباب في الاورجانيزم. سهله؟ والله سهله وبسيطه ما فيهاش مشكله. اتمنى يكون كل الكلام ده وصل. الكروموسوم قلنا اللي هي عباره عن ايه؟ بص اهو في الديفرنت سبيشيز، يعني انواع مختلفه بتكون مختلفه، لكن بيكون فيكسد ان ذا سيم سبيشيز، بتكون ثابته لنفس النوع. عندك هنا اهو بيقول لك الدوج فيها ايه؟ فيها 78 كروموسوم. عندك البيرس اهو 14، البوتيتو فيها كذا، ده في كذا. هو بيكون ايه؟ فاكسز ذا سيم سبيشيز، ثابته لنفس النوع، لكن لو ديفرنت سبيشيز هيكون ديفرنت ايه؟ نمبر اوف كروموسوم. سهله؟ والله الكلام تافه، انا مش شايف دلوقتي بقول حاجه صعبه. اتمنى يكون كل الكلام ده وصل. طب حاجه زي الكروموسوم دي بتفيدنا بايه؟ عارف انت الناس اللي شغالين مع الشرطه اللي هو الناس الجنائيه دول بيكونوا مالهم؟ عندك الناس دي مثلا انا مثلا راجل جنائي، فبفتش في القضيه ديت، لقيت مثلا وانا في المكان بتاع القضيه ده لقيت شعرايه واقعه على الارض، شعرايه من حد واقعه على الارض، فجيت فحصت الشعرايه دي، عملت لها اناليسيس، فحصتها لقيت ان الشعرايه دي مثلا فيها ايه؟ فيها مثلا 87 كروموسوم. انا لما فضحت هو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سوماتيك سيل، الشعرايه دي سوماتيك سيل، حلو كده؟ حلو. فانا لما جيت فحصتها لقيتها فيها 78 ايه؟ كروموسوم. فال 78 كروموسوم دوت، فانا عرفت كده ان كان موجود في حته القضيه دي دوج، كلب، صح كده؟ انا عرفت ان موجود في حته القضيه دي كلب، لان انا لما جيت عملت اناليسيس للسيل او السوماتيك سيل ديت بتاعت الشعرايه ديت لقيتها 78 ايه؟ 78 كروموسوم. فهو بيقول لك هنا اهميه الكروموسوم ايه؟ بتقدر تعملها ايدنتيفاي للانيمال والبلانت سبيشيز، تعرفك النوع بتاع الانيمال وبتاع النبات. سهله؟ ما فيهاش اي مشكله. وطبعا بتكون مهمه في عمليه الديفيجن، وهناخدها دلوقتي بكل بساطه. الكلام تافه، والله الكلام تافه جدا ما فيهوش اي مشكله. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده اساسيات، حلو كده؟ حلو. هناخد حاجه بسيطه كده، بعد كده بقى نبدا في عمليه السيل ديفيجن، نعرف ازاي بتتكون السبيرم والاوفا والكلام ده كله، في كلام ممتع جدا جدا جدا. اول حاجه خالص عايز اخد لك فرق بسيط. عارف انت السوماتيك سيل اللي احنا لسه واخدينها والريبرودكتيف؟ السوماتيك اهي كده، السوماتيك سيل والريبرودكتيف سيل. ايه الفرق ما بين الاثنين بقى؟ الريبرودكتيف سيل دي ليها اسم اللي هي جاميت سيل، برضو عباره عن جاميتس، صح كده؟ اللي هي عباره عن ايه؟ جاميتس، تمام. ايه الفرق ما بين الاثنين في حاجه معينه؟ في عمليه السيل ديفيجن، في الانقسام. ايه الفرق ما بينهم الاثنين؟ ازاي بيحصل لهم انقسام؟ عايز اوصلك فكره الانقسام دي ازاي، او فكره الديفيجن دي ازاي. انت ما بتتعور الخلايا دي بتكون ايه؟ دامج، خلاص، يعني الخلايا دي متدمره، فالخلايا بتقدر اللي هي ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ديفيجن، تبدا اللي هي تعمل انقسامات عشان خاطر تعوض الخلايا التالفه دي. فالكلام دوت لو كان موجود في السكين، في الكدني، في الليفر، الكلام ده كله يكون على طول سوماتيك سيل زي ما انت عارف، لكن الكلام ده خاص بحته ثانيه، بحته الاعضاء التناسليه كلها، اعرف على طول ان هو ريبرودكتيف سيل. سهله كده؟ سهله. هنفترض دلوقتي ان انت لا قدر الله اتعورت، ماشي؟ زي الفل. انا دلوقتي لو اتعورت، هيومن بيكون جواه كام كروموسوم؟ 46 كروموسوم. قال لك بص، قال لك 46 كروموسوم ده هسميهم 2 ان. 46 كروموسوم هسميهم 2 ان. يبقى معنى كده ان الان الواحده فيها كام كروموسوم؟ فيها 23 كروموسوم. معايا على الخط؟ معايا والله، صح؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى انت ال 2 ان دي معنى كده ان فيها 46 كروموسوم، لكن الان الواحده 23 كروموسوم. حلو كده؟ حلو. طب ماشي، انت كده اصلا عارفين ان السكين بتاع الهيومن ده جزء من الهيومن وفيه 46 كروموسوم، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ان. طب زي الفل. بيقول لك ال 2 ان دي لما تيجي تنقسم، انت مثلا اتعورت فتلاقيها انقسمت ل 2 ان و2 ان. حصل كده ايه؟ قال لك حصل دبلويد او دبل ايه للنمبر،
لان النمبر ايه اتضاعف، هو كان 2 ان بقى 2 ان و2 ان، يبقى حصل له ايه؟ حصل له دبلويد او ايه؟ او دبل، الاثنين حصل لهم ايه؟ دبل، اتضاعفوا. سهله كده، يبقى كان 2 ان اما يجي يحصل لها عمليه ديفيجن بيكون على طول ايه؟ 2 ان و2 ان. سهله كده، فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. عايز ازود عليك حته بسيطه بس في الحته دي كده وهناخدها دلوقتي يعني. السوماتيك سيل الديفيجن اللي بيحصل فيها اسمه ايه؟ اسمه ميتوسيس ديفيجن، هناخدها دلوقتي. وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى اي ديفيجن بيحصل في السوماتيك اسمه ميتوسيس. حلو كده؟ حلو. طب الريبرودكتيف؟ قال لك الريبرودكتيف دي لا مختلفه. انت عندك ان وان، ازاي السبرم مثلا بيتكون؟ مش انت عندك مثلا الاب والام بيحصل اندماج ما بين السبرم والاوفا، صح كده؟ صح. فانت عندك بتاخد نص الصفات الوراثيه، يعني بتاخد 23 كروموسوم من الميل وبتاخد 23 كروموسوم من الفيميل، والاثنين لما يحصل لهم ميرج او اندماج اما يندمجوا مع بعض بيدوك ايه؟ 2 ان، ده بيكون ليك انت الجنين، بيكون للجنين. سهله كده. انت عندك في الريبرودكتيف ان وان يديك 2 ان، والكلام ده هناخده دلوقتي بالتفصيل. يا رب الكلام ده يكون ايه؟ يكون وصل. سهله كده، فيها مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. يبقى انت عندك دلوقتي ان وان حصل لهم ايه؟ 2 ان. يبقى هم جايين منين؟ قال لك جايين كانوا عباره عن ان واحده بس، صح؟ فهم سموها هابلويد اللي هي فرديه، هابلويد. سهله كده، فيها كده اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. هنا جاي من 2 ان فحصل لها دبلويد، لكن هنا جايه من ان واحده اسمها هابلويد. سهله؟ تافهه؟ مش سهله. هنا الديفيجن اللي حصل دوت ده كده ديفيجن. طب الديفيجن اللي حصل ده اسمه ايه؟ اللي هو هناخده دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه مايوسيس. يبقى ميتوسيس ده اللي بيحصل في السوماتيك سيل، المايوسيس ده اللي بيحصل في الريبرودكتيف سيل. سهله؟ صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا دلوقتي بقى في السيل ديفيجن، ازاي بقى بيحصل الانقسام. حته ممتعه جدا وجميله، بس انا حابب قبل ما ابدا فيها اعيد لك على كل اللي احنا خدناه اللي فات ده بسرعه كده عشان نجمع احنا خدنا ايه. يلا بينا. اشرب كده بقى ميه، يلا اشرب بقى ميه كده وتعالى نراجع سوا. احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ كل اللي احنا خدناه، اول حاجه خدنا الفرق بين السوماتيك سيل والريبرودكتيف سيل. قلنا السوماتيك دي اي سيل موجوده في الجسم، تمام كده؟ زي مثلا ايه؟ زي السيل بتاعت الكدني، بتاعت الليفر، بتاعت السكين، بتاعت الليف في النبات، بتاعت الستيم في النبات، والكلام ده كله خدناه. الريبرودكتيف سيل ده ايه؟ ده بتاع السبرم مثلا، السيل اللي موجوده في السبرم، في الاوفا او الاوفري في النبات او الانسر في النبات يا شباب. الكلام ده لسه قايلينه. طب حلو، ده اول حاجه خدناها. قلنا ايه لازمتها؟ هنا طبعا بيكون الجميز زي ما انتم عارفين، لكن هنا كان بيعمل ايه؟ جروث الليفنج اورجانيزم اللي بيحصل ايه؟ كومبنسيشن، اللي هو بيعوض الدامج سيل دي يا شباب. بعد كده خدنا النيوكليوس. قلنا ايه؟ قلنا النيوكليوس دي بيكون جواها ايه؟ النيوكليوس دي اول حاجه السيل بيكون جواها نيوكليوس، صح كده؟ وجوه هنا في كروماتيد، تمام؟ جوه بيكون في كروماتيد، وده كده اسمه ايه؟ اسمه سيل ميمبرين، وده كده اسمه ايه؟ كروموسوم زي ما احنا قلنا. بعد كده خدنا الكروموسوم. طب ايه هو الاستراكشر بتاع الكروموسوم؟ الكروموسوم ده بيتكون من ايه؟ من 2 كروماتيد زي ما احنا قلنا، بيفصلهم في النص حاجه اسمها ايه؟ سنتروسوم. السنتروسوم ده الحاجه اللي في النص اللي بيكون في السنتر ماسكه الاثنين كروماتيد مع بعض. قلنا ان الكروموسوم ده بيكون جواه ايه؟ زي ما احنا قلنا دي ان ايه وبروتين، والدي ان ده اللي بيحمل الجيناتيك تريتس كلها في الليفنج اورجانيزم، تمام. خدنا بعد كده قلنا ان الكروموسوم ده بيكون ذا سيم في السيم، لو هو نفس السبيشيز نفس النوع بيكون نفس النمبر اوف كروموسوم، لكن لو هو ديفرنت سبيشيز بيكون ديفرنت نمبر اوف كروموسوم يا شباب. معنى كده اللي هو فيكسد ان ذا سيم ايه؟ سبيشيز يا شباب. الانسان طبعا في ايه؟ في 46 كروموسوم زي ما احنا قلنا. خدنا ايه لازمتها؟ ان انت بتقدر تعمل ايدنتيفاينج للانيمال والبلانت سبيشيز زي ما احنا قلنا، وطبعا الكروموسوم ده هناخده دلوقتي بيساعدنا في السيل ديفيجن. خدنا بعد كده السوماتيك سيل والجاميت. قلنا ان السوماتيك سيل ده عباره عن ايه؟ 2 ان، ال 2 ان دي بيحصل لها ايه؟ دبلويد ل 2 ان و 2 ان، او دبلويد للنمبر، لكن هنا بيحصل ايه؟ هابلويد يا شباب، لان جايه من ان وان. الان وان دي جايه منين؟ جايه من ميل جاميت، اما على طول اللي هو السبير مع الفيميل جاميت اللي هو ايه؟ اللي هو الاوفا، فان وان ده هابلويد ايه؟ ده هابلويد نمبر طبعا يا شباب. سهله، الكلام تافه لحد دلوقتي. نبدا في عمليه السيل ديفيجن. السيل ديفيجن بكل بساطه نوعين من الديفيجن، ميتوسيس ومايوسيس، الاثنين اتفه من بعض، اخليك فاهمهم باحسن طريقه ممكنه ان شاء الله. يبقى احنا هنبدا الاول في السيل ديفيجن. ايه هو السيل ديفيجن بكل بساطه؟ السيل ديفيجن ده عباره عن نوعين، ميتوسيس ومايوسيس، ميتوسيس ديفيجن ومايوسيس ديفيجن. اول حاجه خالص هنبدا بعمليه ايه؟ عمليه الميتوسيس ديفيجن. لازم نعرف الميتوسيس بتحصل فين. لسه قايلين ان الميتوسيس ديفيجن بتحصل في السوماتيك سيل.
يبقى بيحصل فين؟ في السوماتيك سيل، ويحصل لها دبلويد للنمبر زي ما احنا لسه واخدين. طب زي الفل. يبقى معنى كده ان الميتوسيس ديفيجن ما بتحصلش في 3 حتت. اول حاجه، هل هي بتحصل في الريبرودكتيف؟ لا طبعا، بتحصل فين؟ في السوماتيك سيل. طب زي الفل. قال لك ما بتحصلش فيه النيورال سيل كمان. ليه؟ قال لك عشان النيورال سيل اصلا ما فيهاش سنتروسوم. السنتروسوم ده برضو اساس عمليه الديفيجن، هناخد دلوقتي ايه لازمته. سهله، ما فيهاش مشكله. الريد بلاد ما بتحصلش في البلاد. ليه؟ عشان خاطر هو اصلا ما فيهوش نيوكليوس. النيوكليوس بيكون جواه ايه؟ النيوكليوس بيكون جواه كروموسوم، والكروموسوم بيكون جواه الدي ان ايه وبروتين. فطبعا طالما ما فيهوش نيوكليوس ما فيش اصلا ايه؟ ما فيش اصلا ديفيجن. انت اصلا بتلاقي ان الدم بتاعك ده بيحصل له ديفيجن، بيتضاعف. ما بتحصلش طبعا، صح كده؟ صح. طب زي الفل. انا بس حتى مش فاكر يعني ايه سنتروسوم. فاكر السنتروسوم ولا مش فاكر؟ مش قلنا ان ده كده عندك السيل بيكون جواها نيوكليوس جواها كروماتيد، والكروماتيد دوت بيكون حواليه ايه؟ حواليه السيل ميمبرين زي ما انت عارف، وبيكون في هنا ايه؟ السنتروسوم يا شباب، اللي هو في الحته دي. يعني السنتروسوم دوت اللي هو بيكون موجود في الحته دي كده داخل السيل. وهناخد دلوقتي ايه لازمته. سهله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا ايه هي عمليه الميتوسيس؟ زي ما انت عارف لسه قايلينها، هي طبعا بتعوض ايه؟ بتعوض الدامج سيل، بتعمل كومبنسيشن للدامج سيل، وبتعمل جروث للليفنج اورجانيزم زي ما احنا قلنا، وهنا بتعمل كومبنسيشن للدامج سيل، وطبعا بتكمل عمليه الاسكشوال ريبرودكشن اللي بتكمل عمليه الريبرودكشن. هناخد برضو الكلام ده قدام. ماشي، تعالى بينا صلي على النبي نبدا بقى نشوف ايه هو بيحصل ايه في الميتوسيس. يلا هنبدا اول حاجه ميتوسيس ديفيجن. الميتوسيس ديفيجن ده اللي بيحصل فين؟ اللي بيحصل في السوماتيك سيل، وطبعا ما بيحصلش في 3 حتت زي ما قلنا. في الريبرودكتيف ما بيحصلش، في البلاد ما بيحصلش عشان خاطر نو نيوكليوس، وما بيحصلش برده فين؟ في النيورال عشان خاطر النيورال دي ايه؟ نو سنتروسوم يا شباب. سهله. الميتوسيس اول حاجه خالص في العمليه في حاجه اسمها انترفيز. ايه هو الانترفيز؟ بص يا معلم، بتبدا بقى ان السيل دي اللي هي تجهز نفسها. انا هبدا اجهز كده والبس واظبط دنيتي عشان خاطر ابدا عمليه الديفيجن. طب ماشي، بتجهز نفسها ازاي؟ قال لك اول حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل دبل او دبلكتنج لايه؟ للدي ان ايه. بيبدا الدي ان ايه داخل السيل يتضاعف، يبدا يتضاعف كتير. تمام؟ يبقى كده العمليه بتبدا اللي هي ايه؟ اللي هي بتجهز نفسها. يبقى اول حاجه خالص بتحصل حاجه اسمها انترفيز. يجي يقول لك ايه هي الامبورتنس بتاع الانترفيس؟ تقول له بتعمل بريبير للسيل، بيجهز السيل لايه؟ تو ديفيجن طبعا للانقسام. سهله كده؟ سهله. تعال كده نقرا الانترفيس. يبقى احنا كده زي ما قلنا ان الانترفيس ده بيعمل بريبير يعني ايه؟ بريبير يعني بيجهز السيل. بيحصل دبلكتنج للايه؟ للاماونت بتاع الدي ان ايه. الدي ان ايه بيبدا يتضاعف. يبقى انت عندك انترفيس في الميتوسيس والميوسيس ثابت، نفس الكلام بيحصل دبلكتنج للايه؟ للدي ان ايه يا شباب. بيعمل بريبير للسيل 2 ديفيجن او 4 ديفيجن. نبدا بقى بعد الانترفيس بيحصل ايه؟ في السيل ديفيجن اول حاجه بتحصل في السيل ديفيجن بتاعت الميتوسيس، اول عمليه خالص حاجه اسمها برو فيز يا شباب. يبقى اول عمليه خالص بتحصل برو فيز. بعد ايه؟ بعد الانترفيس بيحصل برو فيز. ماشي، ايه اللي بيحصل بقى في البرو فيز؟ عشان خاطر يحصل، انا والله مش هخليك تحفظ، انت خاطر هتفهم وتعبر. عشان خاطر تفهم وتعبر لازم ترسم معايا. ارسم معايا كده. فاكر شكل السيل كان عامل ازاي؟ ده كان كده شكل السيل، نيوكليوس جواه كروماتيد. الكروماتيد ده بكل بساطه كان عباره عن ايه؟ كان عباره متحوط بحاجه اسمها سيل ميمبرين. السيل ميمبرين دوت، وهنا كان عندك حاجه اسمها سنتروسوم يا شباب. كده سنتروسوم ده كده الريتيكولوم كروماتيد. يلا ارسم معايا يلا عشان خاطر اقول لك ايه اللي هيحصل او ايه التغيير اللي هيحصل في ايه؟ ايه التغيير اللي هيحصل في السيل دي عموما. وده كده كان اسمه السيل ميمبرين. سيل ميمبرين زي الفل. اول حاجه خالص ايه اللي بتحصل؟ قال لك بص، قال لك اول حاجه خالص في السيل ميمبرين ده بيحصل له ايه؟ ديس ابير، بيختفي. يبقى اول حاجه خالص ان السيل ميمبرين ده بيحصل له ديس ابير، يبدا اللي هو يختفي في عمليه البرو فيز اللي هو الفيرست فيز. يبقى اول حاجه خالص بص تعالى كده، اول حاجه خالص بيحصل في البرو فيز ان السيل ميمبرين ده بيختفي. يلا اتكل على الله، انت مش عايزينك. يبقى اول حاجه حصلت ان السيل ميمبرين ده حصل له ايه؟ حصل له ديس ابير، اختفى. حلو كده؟ حلو. تاني حاجه بقى اتبقى كروماتيد. قال لك ان الكروماتيد دوت بيحصل له ايه؟ بيحصل له كونكت توجذر اند كونكت كروموسوم. بيبدا الكروماتيد ده يحصل له كونكت توجذر ويكون لنا كروموسوم. يبقى تاني حاجه حصلت ايه هي؟ كوننا كروموسوم. يبقى امسح كده يلا وكون الكروموسوم. حصل كده اتكون 4 كروموسوم بالشكل دوت. طب ماشي،
تالت حاجه ايه اللي هيحصل؟ طبعا تالت حاجه هتحصل فين؟ في السنتروسوم، هو اللي متبقي. يبقى السنتروسوم بص قال لك ايه؟ قال لك ان السنتروسوم دوت عمل فورميشن لايه؟ للسباندل فايبر، حاجه اسمها سباندل فايبر. بدل اللي يكون سباندل فايبر اون تو بولز، في التو بولز اللي هو ايه؟ اللي هو على الجانبين. يبقى اللي حصل بعد كده ان السنتروسوم دوت بالشكل دوت كده وكده بدا يكون لنا ايه؟ بدا يكون لنا فايبرز بالشكل ده كده يا شباب. يبقى بدا يكون لنا سباندل فايبر بالشكل ده كده يا شباب. حلو كده؟ سهله؟ الكلام تافه. اما يجي يقول لك الرسمه ديت كانت فين؟ في انهي فيس؟ في البروفيز. يبقى انا اول حاجه برسم السيل بتاعتي. ابدا في البروفيس، اول حاجه السيل ممبرين بيختفي ديسابير، ماشي. تاني حاجه ايه اللي هيحصل؟ يبقى كروماتيد، خلاص الكروماتيد يعمل فورميشن للكروموسوم، ماشي. تالت حاجه ايه اللي هتحصل؟ السنتروسوم ده يبدا اللي هو يكون ايه؟ سباندل فايبر في التو بولز على القطبين. سهله؟ اول حاجه حصلت. فيها كده اي مشكله؟ اول فيس تافه والله ما فيهوش مشكله. طب ماشي. تاني فيس ايه اللي هيحصل؟ تاني فيس اسمه ميتافيس. طب الميتافيس ده ايه اللي بيحصل فيه؟ تعالى عشان خاطر انا قلت لك مش بحفظ، انا حتى مش حافظها، انا مش بحفظ، انا بعمل ايه؟ انا بفهم وبعبر. تعال كده نرسم اللي فات. اللي فات كان بالشكل دوت صح؟ كان عندك هنا كده سنتروسوم مكون سباندل فايبر كده بالشكل ده، وعندك هنا كروموسوم، صح كده؟ صح. قال لك بص بقى، في الميتافيس دايما بيحصل ايه؟ بيحصل ان الكروموسوم ده كونكتد ويز سباندل فايبر. يبقى اول حاجه الكروموسوم بيحصل له ايه؟ الكروموسوم ده بيبدا اللي هو يمسك فين؟ في السباندل فايبر. يبقى كونكتد ويز ايه؟ سباندل فايبر، ماشي. بيبدا يمسك في السباندل فايبر اند ارينجمنت، بيحصل له ايه؟ ترتيب. بيحصل له ارينجمنت فين بقى؟ اون اكويتور يا شباب. اند ارينجمنت اون اكويتور. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ تعال نرسم، يلا احنا هنرسم. انا مش حافظ، انا فاهم وبعبر. طب ماشي يلا كده. اول حاجه بيحصل ايه؟ قال لي اول حاجه الكروموسوم بيمسك فين؟ بيمسك في السباندل فايبر دوت. يبقى تعالى كده نمسح. يبقى الكروموسوم هيبدا يمسك في السباندل فايبر. يبقى ده كده السنتروسوم بالشكل ده، وده كده السنتروسوم. الكروموسوم بيترتب على الاكويتور بالشكل ده كده، بيترتب على خط الاستواء بالشكل ده، ويبدا يمسك في السنتروسوم بالشكل ده كده. تمام؟ يبدا يمسك في السنتروسوم بالشكل ده كده. سهله؟ والله تافهه، مفيش اي مشكله. يبقى الشكل ده لما يجي يقول لك الشكل ده بتاع انهي فيز؟ بتاع السكند فيز اللي هو الميتافيز يا شباب. سهله؟ الكلام تافه مفيش اي مشكله، صح؟ صح. طب ماشي، اللي بعده. تالت حاجه ايه اللي هيحصل؟ تالت حاجه اسمها انافيز. الانافيز بكل بساطه، الانافيز ده تالت حاجه بتحصل. طب الانافيز ده ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لك بص، تعالى كده نرسم الشكل القديم. احنا وقفنا لحد ما الكروموسوم كان عامل كده، وحد هنا كان فيه السنتروسوم بالشكل ده كده متصل او عامل كونكتد ويز ايه؟ ويز كروموسوم يا شباب. تمام كده؟ ماسك فيه الكروموسوم بالشكل ده. طب زي الفل. فيها كده مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. قال لك بص بقى، قال لك تالت حاجه هتحصل عكس الاولى. ازاي؟ قال لك بص، اول حاجه خالص هتلاقيها حصلت، بدا ان الكروموسوم دوت ينفصل. اعرف على طول اول ما تسمع انافيز يبقى انا هيحصل لي انفصال، انا هنفصل. يبقى اول ما تسمع انافيز يبقى انا هنفصل. ازاي هنفصل؟ بيحصل شرينك وسبليت. بيحصل سبليت لايه؟ يعني بينقسم. بيحصل سبليت يعني السباندل فايبر دي بتتقطع. السباندل فايبر، سباندل فايبر بيحصل لها سبليت، بتتقطع كده. طب ماشي. تاني حاجه ايه اللي هتحصل؟ حصل سبليت، بيحصل شرينك. شرينك لايه بقى؟ قال لك للكروموسوم. الكروموسوم بيتحول لكروماتيد تاني. بيبدا الكروموسوم ده ينفصل على بعضه وينزل على بعضه كده، يرجع تاني لكروماتيد زي ما كان في الاول. يبدا يحصل شرينك كده للكروموسوم، بيتحول لكروماتيد. تعالى كده نرسم الكلام اللي احنا بنقوله ده. تعالى يلا بينا. يبقى اول حاجه خالص حصل ايه؟ حصل سبليت للسباندل فايبر. تعالى كده نقطعه، يلا بينا نقطعه. اتقطع. بعد ما اتقطع ايه اللي حصل له؟ بالشكل ده كده، ده كده السنتروسوم. طب ماشي. بدا اللي هو انفصل لكروماتيد بالشكل ده كده. يبقى الكروموسوم اتحول لايه؟ اتحول لكروماتيد بالشكل اللي قدامك ده. لما يجي لك الشكل دوت ويقول لك الشكل ده تبع انهي فيز، قول له على طول تبع الانافيز يا شباب. سهله؟ يبقى ايه اللي حصل كده؟ اول حاجه اول ما اسمع انافيز انا قلت لك انا يعني انا انفصل اهو. انا هنفصل ازاي؟ يبدا السباندل فايبر يتقطع والكروموسوم ده يرجع تاني لكروماتيد يا شباب. سهله كده؟ سهله ما فيهاش مشكله. نخش على رابع فيز، يلا بينا على رابع فيز. حاجه اللي هي التيلوفيز. نوع اسمه ايه؟ تيلوفيز. طب التيلوفيز ده ماله؟ قال لك بقى كل حاجه الميه بترجع لمجاريها تاني. ازاي؟ اللي كان في الاول كله رجع تاني. طب رجع تاني ازاي؟ قال لك بص، احنا وقفنا لايه؟ وقفنا ان عندك كده السنتروسوم بالشكل ده كده كان ماسك في كروماتيد، صح؟ كان ماسك في كروماتيد بالشكل ده كده.
اهو كان ماسك في وهنا برده كان ماسك في الكروماتيد بالشكل ده. طب زي الفل. حصل ايه بقى؟ قال لك اول حاجه خالص السباندال فايبر هي مش في الاول اتكونت، ده كده عكس الفيزيك الاولى بالظبط. المايه هترجع لمجاريها تاني، ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان السباندال فايبر حصل لها ديس ابير، اختفت ديس ابير. يبقى اول حاجه خالص ان السباندال فايبر حصل لها ايه؟ حصل لها ديس ابير يا شباب. سهله. السباندال فايبر خلاص اختفت، تعالى كده نخليها تختفي، يلا امشي يا وحشه من هنا اهو. اتبقى ايه؟ اتبقى كروماتيد ماشي. يبقى كده السباندال فايبر زي ما قلنا كده ديس ابير، اختفت مشيت غلط في داهيه، يلا اهو غار ايه؟ اهو غار في داهيه ماشي. تاني حاجه بعد كده ايه اللي حصل؟ قال لك بعد كده السيل ممبرين ايه؟ رجع تاني ظهر تاني، حصل له ابير. يبقى السيل ممبرين حصل له ايه؟ حصل له ابير، رجع تاني ظهر تاني، حصل له ايه؟ حصل له ابير يا شباب. طب سهله، يلا كون سيل ممبرين. قال لك بعد كده حصل انفصال، الاثنين انفصلوا عن بعض. حصل ايه؟ حصل سيباريتد لتو نيوكليوس، في الاخر اتكون لنا ايه؟ تو نيوكليوس يا شباب. في الاخر حصل لها انقسام وانقسمت. سهله كده. يبقى الاول كانت عباره عن 2 ان انقسمت ل 2 ان و2 ان، ده كده عمليه اسمها ميتوسيس ديفيجن. يعني ميتوسيس كده بكل بساطه. تعال نرجع لها تاني بسرعه. تعال نرجع لها تاني بسرعه. اول حاجه خالص البروفيز، قلنا ان السيل ممبرين حصل له ايه؟ السيل ممبرين ديسابير، اختفى ماشي. بدا اول حاجه يكون السباندال فايبر، حلو كده. بدا ان احنا نكون السباندال فايبر، والسنتروسوم دوت بدا يكون السباندال فايبر. لكن عندك الكروماتيد اللي كان جوه ده كون لنا الكروموسوم، ده كان اول حاجه فين؟ في البروفيز يا شباب. طب ماشي. تاني حاجه الميتافيز، ايه اللي حصل لها؟ ان الكروموسوم ده حصل له ايه؟ الكروموسوم ده حصل له اللي هو مسك في السباندال فايبر وترتب على الاكويتور. طب زي الفل. ده تاني حاجه الميتافيز. طب تالت حاجه الانافيز، انا هنفصل، هبدا انفصل عن كله. يلا اول حاجه السباندال فايبر هتنفصل، وتاني حاجه الكروموسوم ينفصل عن ايه؟ عن الكروماتيد. سهله سهله ما فيهاش مشكله. رابع حاجه بقى الميه ترجع لمجاريها تاني، السباندال فايبر اللي اتكونت دي هتتمحي، السيل ممبرين ده يبدا اللي هو يحصل له ايه؟ السيل ممبرين دوت يبدا اللي هو يحصل له ابير ويظهر ايه؟ ويظهر تاني اند فورم 2 نيوكليوس يا شباب، ويكون لنا 2 نيوكليوس. يبقى احنا كده عملنا عمليه الديفيجن. سهله والله. شايف ان الكلام سهل ما فيهوش مشكله. حسين انت تعبت؟ اغسل وشك يلا، وشك كوبايه ميه، وتعالى يلا بينا نكمل في تاني نوع من الانقسام او من الديفيجن. تاني نوع نفس النوع بالظبط او نفس اللي حصل هنا هيحصل بالظبط، بس تغييرات بسيطه جدا. فانت لو فهمت الاولاني ده هتفهم التاني ببساطه، اكنها بص بنراجع عن التاني. تعالى اول حاجه خالص الميوسيس ديفيجن. ميوسيس بكل بساطه دوت لو جيت سالتك هو بيحصل فين هتقول لي ايه؟ انت طبعا عارف ان الميوسيس ده بيحصل فين؟ بيحصل في الريبرودكتيف سيل. يعني الميوسيس هيحصل فين؟ هيحصل في الريبرودكتيف سيل زي ما انت عارف. بس قال لك ان الميوسيس دي بتتم على مرحلتين، الفيرست والسكند. هي بتبدا على ايه؟ بتتم على مرحلتين، مرحله فيرست ومرحله سكند، وهناخدها دلوقتي. طبعا لازمتها ايه؟ اللي هي بتعمل فورم للجميد، بتكون الجميد بتاع الايه؟ بتاع الميل وبتاع الفيميل. طب زي الفل. هبدا اول حاجه خالص بتحصل فيها، بتبدا عمليه ايه؟ بتبدا عمليه الانترفيز يا شباب. زي ما انت عارف الانترفيز بيحصل لها ايه؟ بيحصل بريبير للسيل عن طريق اللي هي بتعمل دبلكتنج، اللي هي بتضاعف الدي ان ايه. سهله سهله. يلا بينا نبدا في عمليه الديفيجن. نفس الكلام اللي كان بيحصل في الميتوسيس هيحصل في الميوسيس. يبقى تاني حاجه اسمها ميوسيس ديفيجن. الميوسيس ديفيجن بكل بساطه عباره عن ايه؟ الميوسيس ديفيجن اول حاجه خالص حصل الانترفيس خلاص واتجهزت وحضرت نفسها، هيبدا عمليه اللي احنا خدناها اسمها بروفيز. ايه بقى اللي هيحصل في البروفيز؟ نفس الكلام اللي حصل المره اللي فاتت. فكرني كده ايه اللي حصل؟ يا مستر انا مش حافظ، انا برسم وهقول لك ايه اللي حصل. طب يلا ارسم يا حبيبي. قال لك ايه؟ قال لك ده كده النيوكليوس جواه كروماتيد. طب زي الفل. الكروماتيد دي محاطه بحاجه اسمها سيل ممبرين. طب زي الفل. وهنا في سنتروسوم. عاش قوي، برافو عليك. ايه اللي هيحصل بقى؟ كان اول حاجه خالص السيل ممبرين بيحصل له ايه؟ السيل ممبرين بيحصل له اللي هو يختفي، بيحصل له ديسابير. يبقى السيل ممبرين بيختفي. يلا السيل ممبرين بيختفي. يلا نمسح السيل ممبرين. امشي يا وحش من ايه؟ من هنا. طب زي الفل. اتبقى ايه؟ كروماتيد صح؟ الكروماتيد ده هيتحول لايه؟ يبقى يبدا الكروماتيد يتحول لكروموسوم زي ما احنا قلنا. الكروماتيد يتحول لايه؟ يتحول لكروموسوم، يحصل كونكت توجذر اند يتحول ايه؟ اند فورم كروموسوم يا شباب. سهله ما فيهاش مشكله. تالت حاجه ايه اللي هتحصل؟ انا مش عارف، انت اللي هتقول ايه اللي بيحصل. السنتروسوم دوت فورم سباندال فايبر. يبدا السنتروسوم ده بيكون سباندال فايبر. سنتروسوم بيعمل فورم للسباندال فايبر يا شباب. سباندال فايبر. طب هل يا مستر كده
ان البروفيز في الميتوسيس نفس الميوسيس؟ قال لك لا، في اختلاف بسيط جدا. ايه هو الاختلاف؟ قال لك بيحصل عمليه اسمها اوفر كروسنج او كروسنج اوفر. ايه عمليه الكروسنج اوفر بكل بساطه؟ هنا بص، هنا ما بيطلعش كروموسوم، بيطلع حاجه اسمها هيموليجاس كروموسوم. هيموليجاس بيبدا مع حاجه اسمها هيموليجاس كروموسوم، هي اللي بتخرج مش كروموسوم. طب ايه هو الهيموليجاس كروموسوم؟ تعالى كده اجيب لك صوره من الملزقه بتاعتي تفهمك وتوضح لك الصوره ايه هو اللي حصل في البروفيز هنا. تعالى كده، تعالى بص كده الحته دي، بص كده اهو، هو ده كده عمليه اسمها كروسنج اوفر كده زي ما قلت لك. ايه اللي بيحصل بقى؟ بص كده، ده كده عباره عن كروموسوم وده كده عباره عن كروموسوم، حصل لهم اكستشينج لايه؟ للجيناتيك تريتس. يعني ايه؟ بدا ان هو الكروموسوم دوت يدي حته لدوت وده يدي حته لدوت، فعملوا ايه؟ فعملوا اكستشينج، يعني حصل ايه؟ حصل تبادل او تغيير في الجيناتيك تريتس دي يا شباب. يبقى حصل اكستشينج وكون لنا ايه؟ كون لنا جيناتيك ارينجمنت جديده يا شباب. سهله؟ فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. يبقى انت عندك كروموسوم مع كروموسوم بدأوا يعملوا اكستشينج وما حصل لهم تبادل، طلعوا لنا ايه؟ طلعوا لنا جيناتيك ارينجمنت جديده يا شباب، اللي هو نيو جيناتيك ارينجمنت. سهله؟ وده كده اسمه هيموليجاس كروموسوم. تمام كده؟ فيها كده اي مشكله؟ تعال نقرا العمليه دي كده، تعال نقرا العمليه دي سوا، يلا بينا. يبقى اول حاجه خالص في البروفيز نفس الكلام اللي بيحصل. اول حاجه خالص بيحصل ان الكروماتين دوت ريتيكولم بيبدا يكون الكروموسوم، وطبعا السيل ميمبرين بيحصل له ديس ابير اهو كده، السيل ميمبرين بيحصل له ديس ابير. بعد كده بيحصل ايه؟ بعد كده بيتكون 4 من الهيموليجاس كروموسوم. الاربعه هيموليجاس كروموسوم كانوا مدينهم اسمه ايه؟ اسمه تتريد. اسمه تتريد يا شباب. تعالى كده يلا بينا، تعالى كده يلا بينا. نرجع تاني. يبقى اول حاجه هنا الفرق ما بين التاني ودوت، الفرق ما بين الميتوسيس والميوسيس ان الميوسيس كون لنا هيموليجاس كروموسوم اللي هو اسمه تتريد. سهله كده؟ والله كلام تافه ما فيهوش اي مشكله. يبقى انت عندك اللي حصل هنا، تعالى كده نرسم اللي حصل هنا. طبعا السنتروسوم دوت كون لنا السباندل فايبر بالشكل دوت، وعندك الكروموسوم دي كده، بس ده عباره عن هيموليجاس كروموسوم يا شباب. ان دوت بدل مع دوت، الحته دي اتبدلت مع الحته دي وبدا الاثنين يحصل بينهم اكستشينج مع دوت ومع دوت، وطلعنا حاجه اسمها 4 هيموليجاس كروموسوم يا شباب. سهله؟ ده اول فرق. تاني فرق او تاني فيز، اسف، تاني فيز طبعا اسمه ايه؟ اسمه ميتافيز زي ما انت عارف، الميتافيز. ايه هو الميتافيز يا معلم؟ قال لك بص، الميتافيز بكل بساطه نفس اللي حصل في الميتوسيس هيحصل في الميوسيس. ايه هو اللي حصل في الميتوسيس؟ قال لك ان الميتافيز دوت بيحصل ايه؟ بيحصل لهم ارينجمنت على الاكويتور، يبدا الكروموسوم يترتب على الاكويتور اند كونكت ويز سباندل فايبر. نفس الكلام اللي حصل في الميتوسيس هيحصل في الميوسيس بالشكل ده. وده كده هيمسك كده وده بالشكل دوت يا شباب. سهله؟ ده كده شكل ايه؟ شكل الميتافيز. فيها مشكله؟ يبقى نفس الكلام هتحصل ايه؟ هيحصل ارينجمنت اللي هم بيترتبوا ارينجمنت اون اكويتور، على الاكويتور على خط الاستواء ده كده، اند كونكت ويز سباندل فايبر يا شباب. سهله؟ كلام تافه ما فيهوش اي مشكله. ثالث حاجه او ثالث فيز اسمه انافيز. فاكر انافيز ده كنت بقول لك اسمها ايه؟ انا هنفصل عنك، ما بحبكش، هنفصل عنك. طب ازاي هنفصل عنك؟ قال لك ان الانافيز ده بكل بساطه اللي بيحصل له سبليت او بيحصل له شرينك، بيحصل له ايه؟ انفصال، يبدا يحصل له سبليت. طب سبليت الايه؟ يبدا بقى بص، بس خلي بالك بقى عشان هنا في اختلاف بين الميتوسيس والميوسيس مهم جدا جدا جدا. هنا سنتروسوم بالشكل ده كده، وهنا كده كان الكروموسوم، وكانوا عاملين كونكت ويز سباندل فايبر بالشكل ده كده يا شباب. طب ماشي، فاكر في عمليه الميتوسيس كان ايه اللي بيحصل في عمليه الانافيز؟ كان بيحصل شرينك او سبليت كده، يبدا ينفصلوا عن بعض ويكون لنا ايه؟ كروماتيد، صح؟ قال لك هنا لا، هنا مش هيحصل الكلام ده. قال لك هيحصل لهم سبليت، بس ايه؟ سبليت ان تو بولز، بس الكروموسوم هيحصل له سبليت. يعني اول حاجه هيحصل سبليت الايه؟ اللي هيتقطع السباندل فايبر ده كده متشابه في الاثنين، سباندل فايبر. اند ايه؟ قال لك اند فورم او فورميشن، اند فورميشن للكروموسوم اون تو بولز. مش فاهم حاجه صح؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي حصل هنا اول حاجه خلاص السباندل فايبر دي اتقطعت. ماشي، طب الكروموسوم بقى ايه اللي حصل له؟ قال لك بص، اتقطعت وكونت كروموسوم على الجانبين، بقى هنا في كروموسوم وهنا كروموسوم بالشكل ده كده، هنا في كروموسوم وهنا في كروموسوم بالشكل ده كده يا شباب.
هناك اتقطعوا لكروماتيد، لكن هنا اتقطعوا لايه؟ لكروموسوم. خلي بالك، يبقى هنا لما جم اتقطعوا لكروموسومات، لكن هناك اتقطعوا لكروماتيد. يبقى ده كده فرق مهم جدا بين الميتوسيس والميوسيس في الانافيز. سهله ما فيهاش اي مشكله. اخر حاجه خالص اللي بيحصل فيها زي ما انت عارف، زي ما خدنا المره اللي فاتت، اخر حاجه بيحصل فيها في عمليه اسمها تيلوفيز. اللي بيحصل فيها بكل بساطه زي ما انت عارف، اللي هو بيبدا ان السيل ممبرين يرجع تاني، سيل ممبرين ابير، نفس اللي حصل بالظبط في الميتوسيس. السيل ممبرين ده بيحصل له ابير، بيظهر تاني، والسباندل فايبر بيحصل له ديس ابير، ويبدا اللي هو يعمل فورم ل 2 نيوكليس يا شباب، يكونات 2 نيوكليس، وكده حصل عمليه الديفيجن، والسبيرم بتاع حضرتك والاوفا بتاعت حضرتك اتكونوا يا شباب. سهله ما فيهاش اي مشكله. تعال نقرا الكلام ده على السريع كده، يلا بينا. الميتافيز تاني حاجه اللي هو بيحصل لهم ايه؟ الرينج، بيترتبوا على الاكويتور زي ما احنا قلنا. في الانافيز بيبدا السباندل فايبر ده شرينك، يتقطع وما حصل ايه بقى؟ كون لنا هيموليجاس كروموسوم على ايه؟ على التو بولز يا شباب، على التو بولز، على الهاف بولز. يعني هنا بقى في كروموسوم وهنا بقى في كروموسوم، مش زي الثاني كان حصل ايه؟ كان حصل سبليت للايه؟ للكروموسوم لكروماتيد، لكن هنا السباندل فايبر بس هو اللي اتقطع وبقى في كروموسوم على البول ده وعلى البول ده. وطبعا التيلوفيز السباندل فايبر بيحصل له ديس ابير، ويبدا ان النيوكليار ممبرين اللي هو يحصل له ايه؟ اللي هو يحصل له ابير. طب زي الفل، ويبدا يكون لنا النيوكليوس، وكده مبروك عليك عمليه الديفيجن يا شباب. كان ان الديفيجن في الميوتيك او الميوسيس ده عباره عن ايه؟ السكند في الميوسيس عباره عن حاجتين، فيرست وسكند. خدنا الفيرست، تعالى ناخد السكند. بيقول لك بص ان السكند دوت بيكون لنا بقى الجميد، ان الهاف جيناتيك من هنا والهاف جيناتيك من هنا يكون لنا ايه؟ يكون لنا الجميد. تعالى بينا ناخد بس كده الفرق ما بين الاثنين. ايه الفرق ما بين الفيرست والسكند ميوتيك ديفيجن؟ بكل بساطه ان الفيرست بيحصل انترفيس، صح؟ مش قلنا قبل عمليه الميوتيك بيحصل عمليه انترفيس اللي هو التجهيز البريبير؟ قال لك لا، في السكند مفيش انترفيس، دازنت بيس، ما بيمرش على الانترفيس. ده اول فرق ما بين السكند والفيرست مايوتيك ديفيجن. ده اول فرق. سهله كده، يبقى بيحصل انترفيس في ايه؟ في الفيرست، لكن السكند مفيش انترفيس. طب ماشي. تاني حاجه بقى قال لك ايه؟ قال لك مش احنا قلنا بيحصل سبليت للكروموسوم على الطبول؟ يعني الكروموسوم بيتكون هنا فوق، يعني انت عندك في عمليه الثالثه اللي كان اسمها انافيز اللي بيحصل فيها الانفصال، هنا بيكون كده السباندل فايبر ماسكه في كروموسوم بالشكل ده كده، صح؟ في عمليه ايه؟ في عمليه الفيرست مايوتيك ديفيجن. لكن السكند قال لك ايه؟ السكند بيحصل زي ايه؟ زي الميتوسيس، بيحصل انفصال للكروموسوم لكروماتيد. يبقى هنا بيحصل ان السنترو مير دوت بيتقطع، فما السنترومير يتقطع يحولنا الكروموسوم دوت يحولونا لكروماتيد يا شباب. سهله؟ يبقى انت بكل بساطه الفرق بين الفيرست والسكند ان انت عندك نفس الحاجات بتحصل، بس الفرق ان الفيرست فيها انترفيس، السكند ما فيهاش انترفيس. في تالت عمليه الانافيز هنا ما بيجي يحصل سبليت، هنا ما بيحصلش سبليت اصلا للسنتروسوم، صح؟ ما بيحصلش سبليت للايه؟ للسنترومير، اسف، ما بيحصلش سبليت لايه؟ للسنترومير اللي هو بتاع الكروموسوم، فهنا بتتقطع لايه؟ لكروماتيد، لكن هنا بيتقطع لايه؟ 2 كروموسوم يا شباب. سهله كده؟ ده كده كل حاجه في عمليه السكند والفيرست يا شباب. وطبعا بس في حاجه مهمه، ان هنا الهاف نمبر بتاعت الكروموسوم اما انت عندك دلوقتي مثلا نص صفات الوراثيه من الام والاب بيكونوا حاجه اسمها زيجوت. الزيجوت ده اللي هو الحاجه اللي بتطلع ال2 ان اللي بيطلع من الهاف جيناتيك من الفيميل والهاف جيناتيك من الميل يا شباب. تمام كده؟ سهله ما فيهاش اي مشكله. ده كده الكلام اللي احنا قلناه اللي هو الميل والفيميل جميد، اما يحصل لهم كومباينز مع بعض بيكونوا لنا الزيجوت يا شباب. بس احنا كده خلصنا عمليه الديفيجن الحمد لله رب العالمين. اتمنى تكون عمليه الديفيجن وصلت. اي حد في جزئيه مش فاهمها في عمليه الديفيجن دي يبعتها لي وانا هشرحها له على طول باذن الله. اتمنى لكم التوفيق باذن الله. اخر حاجه بقى ونكون خلصنا، احنا مش قلنا بيحصل ديفيجن؟ جه عالم اسمه دكتور مصطفى السيد ربنا يجازيه كل خير، اكتشف لنا علاج للتيمور او التيمور اللي هو الايه؟ اللي هو التورم، اللي هو الاورام، اللي هو الكانسر طبعا. ازاي اكتشفوه؟ قال لك بص، قال لك اول حاجه خالص يعني ايه عمليه الكانسر اصلا؟ يعني ايه سرطان؟ او يعني ايه التيمور؟ يعني قال لك ان التيمور ده بكل بساطه هو ان السيل ديفيجن عماله تتكرر، تحصل ديفيجن
مش عارفين نوقف عمليه الديفيجن، فبيحصل ديفيجن كتيره قوي، ديفيجن كتيره لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما يحصل ورم اللي هو السرطان واعوذ بالله يعني. فدكتور مصطفى السيد بكل بساطه قال لك ايه؟ قال لك بص، قال لك انا اجيب حاجه اسمها نانو جولد. يبقى هو جاب ايه؟ جاب حاجه اسمها مولكيول من الجولد كده سماها نانو متر بتاع الجولد. يبقى جاب نانو جولد، جاب نانو جولد. يعني نانو يعني جزء صغير جدا جدا من الذهب، حلو كده، ودخله داخل السيل المصابه، حطه في الحته المصابه بالورم ده، وجه جاب ليزر، جاب شعاع ليزر وحط الليزر. بص انا عايز اقول لك معلومه، ان النانو جولد ده بيقدر يحول اي ضوء لهيت، يعني اي ضوء بيجي له بيقدر يحوله لنار، تمام كده. فانت عندك اما حط النانو جولد دوت على السيل اصلا التعبانه اللي فيها الورم ديت، بدا يحول البتاع ديت، او بدا يحول الليزر دوت يحوله لهيت، فتسخن ويبدا اللي هو يشيل لنا الورم ده يا شباب. ده كده بكل بساطه اللي عمله الدكتور مصطفى السيد. يبقى اللي حصل اللي هو جاب فوكس من الليزر كده يا شباب، حطوا ايه؟ حطوا على الحته المصابه، وطبعا بيكون فيها الجولد نانو او النانو جولد، واللايت ده اتحول ايه؟ اتحول لهيت، وبدا اللي هو يدمر الحته الورمه دي يا شباب. فادينا ان احنا ندمر السيل اللي هي اصلا فيها ورم ديت، لكن السيل السليمه سيبناها زي ما هي. الحمد لله رب العالمين، خلصنا الدرس، درس من اهم الدروس اللي عندك في المنهج باذن الله. اتمنى لكم التوفيق جميعا، مع السلامه يا شباب.